النهارده انا هعمل رز. اتطلب مننا الرز البسمتي. الرز البسمتي اللي هو الحبايه طويله، ده بيتعمل بكذا لون. هو رز احنا النهارده هنعمله ابيض بالزعفران. الزعفران طبعا انا عارفه انه غالي جدا، ده جاي لنا حبه كده هديه. نشكر حبايبنا في الدول العربيه اللي جم زاروا غاليه وكانوا جايبين لها الزعفران، ببعت لهم احلى تحيه. الشيخ عبد الله من السعوديه وكل حبايبنا. ممكن تستعملي بدل الزعفران اللي هو ده في بودره عند العطار اللي هي بودره الزعفران، بودره بتبقى لونها احمر. لكن الزعفران اللي زي ده هو غالي عندنا في مصر، بس مش عارفه في الدول العربيه غالي ولا لا. هو كان جاي لي هديه فجبت لكم شويه. هنعمل بقى رز بالزعفران ابيض حلو، وهنعمل كمان معاه اكله ملونه حلوه قوي هنشوفها دلوقتي. نبدا بالرز. هتجيبي الرز وتغسليه وتنقعيه، لان الرز ده بياخد شوربه وميه كتير قوي. كوبايه الرز تاخد قدها كوبايتين شوربه او ميه. كوبايه الرز البسمتي بتاخد 2 شوربه او ميه، فلازم وكمان تنقعيه شويه عشان خاطر يستوي معاكي ويبقى طري وما يبقاش مبلح. مهما تديله في ميه يبقى مبلح لو ما تنقعش. انقعيه ساعه، ساعه كويس عليها قوي. هنشوف الشوربه اللي احنا حاطينها. شوربه ميه بقى اللي عندك. سخنت لازم تغلي. هنحط معاها كده وهي بتغلي شويه فلفل اسود، او لو هي هتحطي شوربه هي بتبقى حايقه من كله. لو هتحطي ميه هتحطي شويه فلفل اسود وشويه ملح. احنا هنحط بقى ورق لوري وعودين قرفه او عود قرفه على حسب ما تحبي، وشويه ملح وزبده. بس ده في الاول. هنحط ورق اللوري والملح والقرفه والزبده بس في الاول، لحد الميه او الشوربه ما تفرق يعني تغلي من كل تقلب كده. ممكن برضو لو حبيتي، احنا هنعمله ابيض عشان هنلونه بالزعفران. لو عاوزه تعمليه اصفر وهو بتحطي كل المقادير دي تحطي معلقه كركم. اول الشوربه ما تفرق كده، او الميه لو هتحطيها وهتحوجيها، لو ما عندكيش شوربه حوجي الميه، حط لها ورق لوري، حط لها حبهان، حط لها عود قرفه، حط لها شويه فلفل اسود، شويه ملح. لو عندك شوربه هتبقى محوجه، وتروحي حاطه حته الزبده. لو الشوربه عندك دسمه بتاعت بط بتاعت رومي بتاعت اي حاجه تكون فيها دسامه ما تحطيش سمنه. وقيس الميه. يعني استاذ عبد العزيز ده يعني كده مكالمته صراحه تشرح القلب. يعني احنا مش طالبين حاجه من ربنا غير الستر، ومن مشاهدينا الحب. ده كل اللي غاليه طالباه، الستر من ربنا والحب من الجمهور. والنهارده ان شاء الله ان شاء الله كلكم تبقوا فرحانين. هنيجي بقى، انا كده ولعت على الرز. اول لما يبتدي يتشرب هنوطي وتسيبيه. اول قبل ما نغرف بشويه هنروح ماسكين شويه الزعفران دول بلينهم كده شويه بشويه ميه، ونروح منزلينهم مخططتهم عليه. وما تقلبيش عشان كله ما يضربش يبقى احمر، يبقى رزايه بيضه ورزايه داخله على الاحمر. بس اهو